عندما تشاهد هذه الصور يخيل لك أنك أمام مبان متهالكة آيلة للسقوط، ولكن الحقيقة أنك في ملاعب يفترض أنها جديدة وستحتضن بعد شهر من اليوم أضخم حدث كروي قاري. الأفارقة الذين يستعدون للمشاركة في كأس إفريقيا الشهر القادم تفاجؤوا بملاعب تحولت بعد دقائق فقط من هطول الأمطار إلى مسابح. أسقف مهترئة غمرتها المياه من كل جانب، ومدرجات هجرها متفرجون وجدوا أنفسهم أمام سيل من المياه الجارفة، في مشهد يعكس هشاشة البنية التحتية الرياضية لنظام المخزن الذي اقترض ملايير الدولارات من المؤسسات البنكية الدولية ليبني ملاعب، ويكتشف العالم في النهاية أنها بنيت بطريقة ارتجالية ولا تتوافق مع معايير استضافة كبرى المنافسات الرياضية. لا يعقل أننا نعطيو أولوية لمجال الرياضة ومجال الصحة والتعليم اللي كتعتبروا من أهم المجالات. شوفوا المؤشرات ديال كرة القدم 100، كرة القدم 11، الصحة 110. سخط جماهيري مغربي بعد الحادثة، ولسان حالهم يقول لو استثمرت هذه الملايير في تشييد المستشفيات وتحسين جودة التعليم لكان أفضل من بناء ملاعب التهمت ميزانيات ضخمة وتظهر في النهاية بسيل من العيوب كشف حجم الفساد المخزني المستشري في جميع القطاعات الحيوية، وبينها قطاع الرياضة الذي باتت صورته أكثر قتامة على بعد أسابيع من كأس إفريقيا. هذا هو المشهد إذن الذي عرى أسطوانة نحن من يملك أفضل الملاعب في إفريقيا، فإذا بإفريقيا تكتشف حقيقة المخزن وملاعبه المهترئة.